السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. دايما تدعموني كده، وبشكر كل حد جديد دخلي وبيكتب لي كلمة حلوة. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ طاجن سريع كده. طبعا المكونات اللي انتوا شايفين عرفتوا احنا هنعمل ايه. نعمل النهارده طاجن ورق عنب باللحمه. حاجه كده تحفه 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 من هنا لبعد بكره. حاجه سهله كده وبسيطه ومش مكلفه. بصراحه انا طلعت الحاجه عندي من الفريزر، يعني دي كانت عندي لحمه اللي هي زي البفتيك كده، حته ناعمه، بس اصلا دي كانت متبله في الفريزر يعني على اساس ان هي شوي، فاهمين؟ اللي هي ميه بصل وميه طماطم وملح وفلفل اسود. فلقيتها فمش هشوي دلوقتي، فقلت اجيبها اديها ايه صدمه كده على الجريل ونعمل بيها ايه الطاجن الحلو بتاعنا ده. عندي ورق عنب زي ما انتم شايفين، هو لسه مطلعاه من الفريزر ده، انا مفرزاه. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، اخضر وجميل. ده حوالي مثلا ربع كيلو. تمام. طب هو بيتعمل ازاي؟ بتجيبيه بيتنضف العنقود بتاعه وبتسلقيه على النار، بس كده. ما فيهوش اي حد لونه ما يغير، وتقلبيه على الناحيه التانية باللون الاخضر الحلو ده وبيطلع. يا اما اللي هو الفروزن اللي بيتجمع من بره عادي. طبعا عندي الصلصه اللي ما نستغناش عنها، عندي خضره المحشي الجباره، كزبره وشبت وبقدونس. وعندي هنا بقى في الكبه ما رضيتش احطهم في طبق، عندي حوالي بصلتين كده كبار مخلطه فيهم قرن فلفل رومي، حبه حامي حبه الوان اللي تفضليه، بس هو بيدي ريحه ونكهه حلوه قوي في المحشي. البهارات بقى تعالوا نعرفها على البوتاجاز. بس لو وصلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، انا عندي حله على النار حاطه فيها حوالي يعني نص كوبايه زيت كده، كوبايه الا ربع. حطاهم يسخنوا. بصوا ابتدى الدخان بتاعهم يطلع اهو. هنزل بقى بالبصل ولو كتير شويه عشان انا هحشي معاه يعني ايه شويه حاجات تاني كده. فعلى المقدار الربع كيلو يبقى بصلايه وقرن فلفل وربطه خضره من كل نوع على نص كيلو من الطماطم. تمام. دي بتبقى حاله تقديريه منك انت، يعني كل واحده بقى وتسبيكه المحشي بتاعها. تمام. طبعا كلنا اساتذه، انا بس بنقل ايه يعني ايه فكره جديده تاخديها مني كده. وادينا ايه بنكمل بعض. تمام. انا البصل ما بحمروش، يا دوبك بس بيدبل كده يبتدي يصفر. بصوا يبتدي يصفر بس، ونرجع نكمل تاني مع بعض نشوف بقيه الاضافات. استنوني متروحيش في اي حته. بصوا حبايبي، البصل معايا خلاص كده دبل، ابتدى ياخد اللون الاصفر بتاعه زي ما انتوا شايفينه بالمنظر ده. انا مش عايزاه يحمر. في المرحله دي هنزل بالصلصه بتاعتي، هنعمل تسبيكه عاديه خالص. بسم الله. وعندي طماطم بتخزنها في الفريزر. بسم الله. السمك بتاعها تقيل ازاي وحمرا. دي الصلصه اللي تنفع للمحشي بصراحه. بسم الله. طبعا دي هتاخد 5 دقايق وهتلاقيها اتسبكت عشان خاطر هي اصلا متسبكه. تندمج بس كده مع البصل. بسم الله كده زي الفل. تاخد بس غلوه 5 دقايق ونرجع تاني مع بعض. بصوا حبايبي، انا حطيت الصلصه تتسبك على عين تانية، وهنا هعمل اللحمه. انا حطيت معلقه زيت بس عشان الزبده ما تتحرقش، وهدي صدمه للحمه بتاعتي. هما حتتين مش كتير يعني. حابه تعمليه من غير لحمه اشتغلي يبقى كمان خطوات من غير لحمه. انا حطيت بس كانوا عندي فحطيتهم. تمام. ان شاء الله نعمل طواجن باذن الله يعني بقى بالكوارع وبالفراخ كمان بيبقى حلو قوي. بصوا هي لو مش متبله عندي زي كده كنت حطيتها نيه عادي، حطيت لها رشه ملح وفلفل اسود وحطيتها في قعر الطاجن، بس دي عشان خاطر كنت عشان شايلاها يعني الشوي مع حاجه تانية فما اتشوتش، فخلاص نعمل كده. بسم الله. كام حته كده صغننه. هتاخد صدمه من الناحيتين. انا عايزه احط دي كمان الصراحه. يلا بالمره. بسم الله كده زي الفل. بصوا حبايبي، اللحمه خلاص كده كشت في نفسها وخدت صدمه. نقلب كده. بسم الله. هي اصلا مش هتاخد وقت، وبعد كده لسه اصلا هتدخل الفرن مع الطاجن، فهيبقى سواها مظبوط جدا.
كده دي مخلبظه قوي. بسم الله. ودي نفس النظام، باخد بس الشوك بتاعها من الناحيه التانيه. عقبال ما اتعملت انا جبت الطاجن بتاعي دهنته كله دهنه زيت، الاطراف والجوانب وكل حاجه، عشان لما اجي اقلبه يبقى سهل عليا. تمام. مش حابه تعملي في طاجن وتعملي في حله على النار، اشتغلي عادي خالص. بس بصراحه اللي ما جربش المحشي في الفرن يجربه، حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا حبايبي خلاص كده اللحمه انا مش عايزه يعني اسويها اكتر من كده. بسم الله. نقفل كده، اشيلها بقى واحطها في الطاجن بتاعي كده من تحت على طول كده. بسم الله. طبعا مش هرمي الزبده دي ولا حاجه، يعني خليكم كده هنكمل شوف هنعمل ايه فيها في الاخر. بصوا كده انا دي هقطعها كده حتتين عشان خاطر حاساها كبيره قوي، عشان تبقى ايه معايا مظبوطه. هنشيل كده الزبده دي على جنب، هنحتاجها بعدين. وكده هيبقى شكل الايه الطاجن بتاعي. تمام. هجيب بقى الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت. بصوا حبايبي عندي الصلصه ما شاء الله خلاص اتسبكت حلو. هنزل عليها ده دلوقتي بالبهارات. تمام. عندي معلقه كزبره ناشفه، معلقه من البابريكا، ومعلقه كده مش مليانه من الكمون، ومعلقه من الفلفل الاسود. تمام. ومعلقه بقى حلوه كده مليانه من البهارات المشكله، او ممكن نحط شويه كمان، دي عشان فيها كل البهارات اللي بحبها. بسم الله. بالمنظر ده. انا ما حطيتش البهارات في الاول وهي بتتسبك عشان خاطر طعمها ما يروحش. خلاص كده. الملح نزلوا الملح، ما نعمل محشي من غير ملح. شفتوا؟ حط بقى ملح على كميه الخضار اللي عندي. تمام. طبعا البهارات دي يعني حاجه بترجع لك، حطي اللي بتحبيه، بس دي الحاجه دي بفضلها للمحشي، بتدي تيست حلو قوي وطعم حلو، خصوصا البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض. بصوا خلاص بقى حمرا وجميله وتحفه. بصوا التسبيكه بتاعتها تقيله ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. انا في المرحله دي عندي الرز ما قلناهوش في اول الفيديو، محدش فكرني بيه. نعم خش معايا كده. انا طفيت النار كده، انا النار لسه شغاله. انا بحب ايه اديله بس تقليبه، يعني مجرد ما اقلب كده الحاجه على النار خلاص بقفل، يعني مش بسيبه كتير على النار. بصوا المنظر شكله خطير وريحته اخضر. يا سلام. ايديا يا جماعه ميزان ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا ده حوالي كيلو الا ربع رز على الصلصه اللي انا حطيتها جم ايه بالظبط. انا دايما كده بشيل شويه صلصه على جنب من اللي مسبكاهم، بحيث ان انا لو حبيت ايه احمر اللون شويه ازود. المحشي حلاوته انك تحمري له الصلصه وتكتري الخضره. احط بقى الايه الخضره بتاعتي الجميله. طبعا دي مقطعاها غسلاها ومقطعاها ومنشفاها ومظبطاها اخر تظبيط. تمام كده وزي الفل. سهل جدا وبسيط جدا جدا. اي تسبيكه عاديه خالص. في ناس بتعملها ني في ني، بس انا بصراحه بفضل دي، ما بحبش الني في ني دي خالص. طبعا الاكل اذواق. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت. بصوا الخلطه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عامله ازاي مظبوطه ظبطه السنين. وعندي هنا الطاجن بتاع اللحمه، رصيت اللحمه تحت الحتتين الكبار قطعتهم كده عشان خاطر ما تبقاش سميكه قوي في الطاجن، ودهنه الزيت اللي احنا عملناها كده. ناقص الايه الحشو. نقول بسم الله. انا كده فردتها على اي حاجه عندي عشان تبقى سهله. تمام. في اللي بيلف على الايد وفي اللي بيلف كده، انا بصراحه بحب الف كده. الخشنه تبقى كده هو اللي هتلفي عليها، والحته الناعمه اللي بتلمع دي تبقى من بره. نقول بسم الله. طبعا هي سخنه الحشوه، بس انا هعمل معاكم ايده لحد ما تهدى. حاولي يعني ما تكتريش الحشوه. تمام. عشان خاطر ما يطلعش بقى منك ويبقى شكله مش ظريف خالص. يعني ايه حاجه صغننه حاجه صغننه كده، لان الورق بصوا انا شايفين صغير، فعايز شويه رز قليلين كده. بسم الله. واضح كده. نلف بقى كده. امسك بس الطرف بتاعه، انا الكاميرا معكساني انا بلف على طول. تمام. ونجيب بقى الاطرف يمين شمال كده. نعمل واحد كمان. على فكره لفه سهل. انا كنت الاول في الاول كنت بستصعبه ورخم على قلبي، بس بصراحه لما ايدي خدت عليه حبيته. استنى بس كده انا حاسه ازيد شويه، ورقه صغنونه خالص.
كده يمين شمال، تقفلي كويس عشان خاطر الشوربه مفيش حاجه تطلع بره. ندخل دي كده خلاص. بصوا الصباع لوز العنب حاجه كده فاخر من الاخر. نعمل واحده كمان تمام واسيبه، وبعد كده بقى اخلص الكميه كلها وبعد كده ارصها في الطاجن. اي رصه بقى انت حباها، حابه رصه طويله حابه رصه صغيره اللي تفضليه عشان تصغنونه قوي. الصباع كده يعني صباع الورق عنب نفسه لازم يبقى ماسك نفسه عشان خاطر ما يبقاش ايه سايب كده من بعضه ومش حلو. بصوا اقفل كله كده مخليش ولا رزايه بره، ونقرب بقى كده ايه عليه. بصوا المنظر لا بيتفك ولا حاجه. طبعا الرصه دي بقى حاجه بترجع لك تمام. انا هعمل بقى ايه الرصه اللي هي المعتاده بتاعتي دي، اغطي قعر كله كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. اكمل بقى الكميه كلها بالطريقه ديت ونرجع نكمل مع بعض تاني. بس لو وصلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت صف ورق العنب بتاعي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الصباع ماسك نفسه حلو، مفيش ولا رزايه طالعه بره ولا جوه ولا الكلام ده خالص، كده زي الفل. بصوا بقى انا هعمله بالطريقه العاديه خالص، ولا هحط له دبس رمان ولا هحط على وشه ليمون ولا هحط الحاجات الجديده دي. انا مش هحط اي حاجه خالص غير المرقه بتاعته العاديه خالص. انا عندي هنا شوربه من الفراخ، عندي الطاسه اللي شوحت فيها اللحمه بالزبده، هحط كده عشان خاطر اخد العصاره بتاعت اللحمه اللي نزلت من التشويح. لازم تكون الشوربه سخنه جدا والفرن يكون سخن جدا، يعني انا مولعه على الفرن كده بقاله ربع ساعه على درجه حراره 200. بصوا بقى بسم الله عشان انزل العصاره بتاعت اللحم. وبعد كده الشوربه عندي متظبطه، كانت شوربه فراخ عندك شوربه لحمه اي حاجه بقى اللي تفضليه. ما عندكيش شوربه حطي شويه مرقه كده على شويه بهارات وظبطيه تمام كده وزي الفل. متخافيش ده كله ده هينزل لسه، ههزه هزتين دلوقتي هينزل كله تحت. بس كده كده تمام وزي الفل كده. بس كده اتاكد بس ان الشوربه نزلت فيه كله. حطي كده كبشه كمان ما يضرش. عايزه اغطي الوش بتاعي بحاجه بسيطه فاهم، يبقى باين ومش باين تمام وزي الفل. طبعا ده هيدخل الفرن بس خلاص. بصوا كل ما بعمل كل ما الشوربه بتنزل تحت خلاص كده كده تمام وزي الفل. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اغطيه اشيل الشوربه بس كده. عندي بقى ورق فويل كده تمام وهغطيه وهدخله الفرن. هيقعد قد ايه في الفرن؟ هيقعد ساعه كده حلوه تمام. الرف مش اللي في النص بقى، لا نزلي الشبكه بتاعتك اللي قبل الاخير اللي هي اخر حاجه في الفرن احسن. بس كده تمام وزي الفل. ولا هحط عليه ليمون ولا هيسود ولا هحط طبق عشان يعملوا ولا اي حاجه تمام كده كده تمام وزي الفل. هدخله بقى الفرن دلوقتي هيقعد ساعه على درجه حراره 200. اول ما تدخليه الفرن عايز حراره عاليه عشان الفخار ياخد سخونيه الفرن، والفرن زي ما بقول لكم يبقى سخن تمام. اول ربع ساعه كده وبعد كده هدي الحراره لدرجه حراره 180، او لو ما عندكيش درجات حراره خلي النار وسط تمام عشان ما يشربش الشوربه كلها والرز يبقى ني والدنيا كده تبوظ منك. فهدخله بقى الفرن دلوقتي بعد ما يطلع هنشوف شكله في النهايه عامل ازاي. استنوني. بصوا حبايبي خلاص كده انا طلعت الطاجن من الفرن وسبته كده، يعني قلبته عشان ايه يعني بنحاول انه يطلع مظبوط. يعني احنا حظنا بقى نقول بسم الله. هو قعد ساعه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للاسف ما طلعش ايه يعني نص ظبطه، مش مهم. بصوا الطاجن ولا لازق ولا اي حاجه. عملنا على الكاميرا مش مهم. يلا بصوا بقى الجمال والحلاوه. ولا رز طلع بره ولا بتاع. سخن 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 سخن. بص حاجه كده فاخر من الاخر. بقيت الرز ده من اللحمه. بصوا نهزها بقى خلاص. بصوا عامل ازاي. بسم الله
بصوا المنظر حاجه كده تحفه. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. بصوا حاجه سهله كده عملناها وريحته تحفه، ولا حطينا ليمون لان اصلا ورق العنب اللي انا مفرزاه مزز اصلا، فعشان كده انا ما حطيتش ليمون، هو المزازه بتاعته فيه وزي الفل. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.